لو قلت لك ان كشك عم السيد ده تحته مخبأ سري وان هو ده المدخل بتاعه هتصدقني؟ ده ميشيل، وقرر انه يعمل تحدي مجنون ويبني مخبأ سري كامل تحت الارض، وفيه كل حاجة موجودة في اي بيت عادي. ده حتى فيه بلاي ستيشن 5 اللي كلنا نفسنا فيه، والاهم من ده كله انه هيكسب منه اضعاف تكلفة بنائه. فتعالوا نشوف هو عمل كده ازاي. بس قبل ما نبدأ ما تنساش تصلي على سيدنا محمد واشترك معانا دلوقتي في قناة خطة، عايزين نوصل ل100 ألف مشترك. ويلا بينا نبدأ على طول. ميشيل كان عامل مخبأ تحت الأرض قبل كده، بس كان يا دوبك 3 أو 4 متر، يعني صغير جدا. لكن المرة دي هيعمل مخبأ سري كبير جدا، مساحته هتكون أكتر من 5 أضعاف مساحة المخبأ القديم، يعني حوالي من 20 ل 24 متر. والمشروع ده هيكون جديد تماما وهيبدأه من الصفر. أول خطوة عملها إنه بدأ يحدد على الأرض الشكل اللي هيحفره. هو دي خطوة بسيطة، بس خليني اقولك ان اللي جاي مش بسيط خالص. هو عشان يطلع الشغل ده مظبوط كان لازم كل حاجة تتقاس بالملي، فجاب اوتاد خشب وادوات قياس، وده عشان انه كان عايز يطلع الشكل مستطيل مظبوط بالملي، وتكون الزوايا بتاعته 90 درجة بالظبط. ورجع لحاجة كنا بنستخدمها زمان في المدرسة لو فاكرين، وهي نظرية فيثاغورس. قاس ضلع 6 متر والتاني 4 متر، فبحسبة بسيطة كده لو الوتر طلع حوالي 7.21 يبقى كده كله تمام. ودي تفصيلة صغيرة جدا، بس هي دي اللي بتفرق بين الشغل العادي والشغل البروفيشنال. ولحد هنا كانت الدنيا ماشية، بس كان في مشكلة هو عملها في المخبأ القديم وكان لازم ان هو يتجنبها، وهي انه لما بناه كان الارتفاع بتاعه واطي جدا، كان حوالي 170 سنتي بس. يعني لو في حد اطول من 170 سنتي هيمشي جواه وهو منحني. فالمرة دي قرر ان هو يزود الارتفاع شوية ويوصله ل 2 متر على الاقل، وده عشان المكان يبقى مريح فعلا. والجو بدأ يقلب فجأة والوقت ما بقاش في صالحه خالص، ولو المطر نزل كل العلامات اللي رسمها على الأرض هتختفي. فبدأ في الشغل على طول وشغل الحفار الصغير بتاعه وبدأ إن هو يحفر في المكان. والموضوع كان ماشي بسرعة جدا، وأول جنب خلص بسرعة. وفي وسط ما هو شغال خد باله من حاجة صغيرة، كان في شتلات نعناع طالعة جنب الحفر، وكان ممكن بكل بساطة إن هو يعدي عليها بالحفار أو يشيلها وخلاص. بس هو ما عملش كده، ووقف شغل ومسك المجرفة وطلع الشتلات بإيده واحدة واحدة ونقلها بعيد وزرعها جنب بيت الشجرة اللي كان عامله قبل كده. ولو حابين إننا نعمل فيديو عن المشروع ده اكتبوا لنا في الكومنتات. وهنا بقى التحدي الحقيقي بدأ يظهر، والتحدي هنا ما كانش في الحفر لكن في أكوام التراب اللي طلعت من الحفر ده. لأن لما تحفر مساحة زي دي بعمق 2 متر انت كده بتتكلم في حوالي 50 متر مكعب من التراب، ومع الوقت أكيد الحجم ده هيكبر. وهو ما كانش عارف لسه هيودي التراب ده كله فين، لكن وبرغم كده كمل شغل عادي. وفي خلال نص ساعة بس كان حفر الجزء اللي هو 6 متر وحفر 1.5 متر من العرض. وطبعا الحفارة فارقة معاه جدا في الشغل. وهنا بقى جات له فكرة حلوة جدا، بدل ما يدور هيودي التراب ده فين قرر ان هو يستغله احسن استغلال، وفكر ان هو يستخدمه في انه يرفع مستوى الارض حوالين بيت الشجرة ويوسع المساحة هناك. يعني ببساطة قدر ان هو يتخلص من التراب بكل سهولة. لكن في وسط الشغل الحفارة عطلت، وده عشان الديزل اللي كان فيها خلص. لغاية دلوقتي هو كان مستهلك حوالي 10 لتر من الصبح، فاستغل الوقفة دي ونزل يقيس عمق الحفرة ولقى انه وصل لعمق حوالي 150 سنتي، والتراب اللي طلع من الحفر بقى تقريبا بطوله هو شخصيا. واحنا لسه ده كله في اول الطريق. وبعدين وقف شغل لفترة، ولما رجع المنظر كان مختلف تماما. الحفرة اللي كان حافرها بقت حرفيا عبارة عن بركة مية، وده طبعا بسبب المطر اللي نزل في الأيام اللي فاتت. وبدأ يحفر مكان تاني جنب المخبأ الرئيسي. حدد في الأول المساحة بتاعته اللي هيكون عبارة عن 2 متر في 2 متر، وبدأ في الحفر على طول. لكن في خلال ما كان شغال بالحفارة الصغيرة اكتشف إن هي مش قادرة تكمل وخلاص جابت آخرها، فاضطر إن هو يجيب واحدة تانية أكبر بكتير ومعاه حد بيساعده ويشتغل عليها. ومن أول لحظة الفرق كان واضح جدا في الحفر، والموضوع بقى أسرع بكتير، وواحدة واحدة المكان بدأ يبان شكله. لكن السرعة دي ما كانتش ببلاش، لأن المرحلة دي لوحدها كلفته حوالي 6000 يورو، واللي هو تمن الحفارة الضخمة والعوازل وكمان الخشب. بعد ما خلص الحفر دخل على خطوة مهمة جدا، وفي ناس كتير قوي ممكن تعديها وما تاخدش بالها منها، وهي انه غطى الحفرة كلها ببلاستيك كبير، وده عشان يحميها من المطر وفي نفس الوقت يخلي المكان نضيف للخطوات اللي جاية. ودلوقتي هيبدأ يشتغل على الأرضية، وبدأ يرص الطبقة الأولى وكانت عبارة عن 24 قطعة. وبعدين دخل على العزل وحط ألواح بوليسترين، ودي ميزتها إنها خفيفة جدا وسهلة في القطع كمان. استخدم منها بالظبط حوالي 42 لوح عشان المكان كان تحت الأرض، فهو كان عايز يعزل المكان كويس جدا من البرد والرطوبة. وبعد كده وصلنا للطبقة اللي هيتعامل معاها يوميا، وهتكون عبارة عن ألواح خشب كبيرة. جاب حوالي 12 لوح ونزلهم ورتبهم في مكانهم. لكن طبعا مفيش حاجة بتمشي بالساهل،
والمقاسات بتاعتهم ما كانتش مظبوطة، فاضطر ان هو يقطع ويعدل فيهم لحد ما كل حاجة ركبت في مكانها المظبوط، والخشب كان بيركب جنب بعضه زي البازل. وخليني اقولك ان المساحة اللي حفرها كانت اكبر من مساحة المخبأ نفسه، وده كان مقصود عشان يسيب مساحة حوالين الجدران للأمان وكمان للتهوية. وبعد كده رجع لنفس الفكرة القديمة اللي هي حساب الزوايا عشان يحدد منها مكان الجدران فوق الأرضية بالملي. لكن في المرة دي قرر إن هو يغير طريقة البناء، إنه مش هيستخدم خشب عادي. فاستشار هنا واحد صاحبه وطلعوا بحل مختلف، وهو عبارة عن قوالب من خشب مضغوط، ودي بتكون قوية جدا وكمان سهلة في التركيب وشكلها أنضف بكتير. مشكلتها الوحيدة إنها تقيلة جدا وما كانش فيه رفع معاهم عشان ينزلوها بيها. فعمل حل ذكي وبسيط جدا، حط سلم وعليه مشمع بلاستيك، وزي ما نقول كده عمل لهم زحليقة وهينزل عليها القوالب لجوه الحفرة. وبدأ في أول صف، وبين كل طبقة بيحط سيليكون وكمان بيدعمه بأعمدة خشب من جوه عشان الهيكل يبقى أقوى بكتير. وصاحبنا كان غاب عن المكان ده لمدة شهرين، ولما رجع اكتشف إن الحفرة بقت مليانة بالزرع، فاستعان بواحد صاحبه والاتنين نزلوا ينظفوا المكان من الأول. وبعد التنظيف جه الوقت المهم، شال جزء من الأرضية عشان يشوف الدنيا تحتها عاملة إيه. ولو ركزت معاه هنا هتاخد بالك ان في شويه رطوبه وكمان في انهيار بسيط في الزوايا، بس مش هي دي المشكله. فاكر القوالب اللي كان ناوي يستخدمها في بناء الجدران؟ هو لغى الفكره دي تماما، لان بسبب ان وزنها تقيل فالتربه تحتها مش تستحمل الوزن ده كله، ولو كمل بيها المشروع كله ممكن ينهار. وده كان اول تغيير حقيقي في الخطه، وقرر ان هو يبني هيكل خشب كامل نفس فكره البيوت الامريكيه كده. وميزته هنا انه مرن وبيستحمل. وبدأوا على طول في الخطوات، حدد كل الخامات اللي هيحتاجها ونزل اشتراها على طول. والتكلفه البدائيه هنا كانت حوالي 546 يورو. هو المشروع لسه في اوله بس داخل في الجد قوي. وبدأ اول حاجه بالاعمده الاساسيه، ثبتها في مكانها في الزوايا، وبعد كده دخل على اول جدار وبيركب القوايم بمسافات منتظمه، وكل حاجة هنا ماشية بحسابها. بس الطبيعي انه لازم يقابل مشكلة، الاخشاب اللي جابها ما كانتش متوفرة بالطول اللي هو عايزه، فاضطر يركب لوحين جنب بعض عشان يوصل للطول اللي هو عايزه. هو حل بسيط بس شغال يعني، ومع كل جدار بيتركب شكل المكان بيظهر اكتر. وهنا حصل اختبار قوي جدا للمخبأ ده، والاختبار ده اللي هو المطر. الدنيا بدأت تمطر بقوة كبيرة جدا، ودي كانت فرصة ان الهيكل يتجرب لأول مرة كاختبار حقيقي من الطبيعة. والسؤال هنا، هل الهيكل ده هيتحمل المطر ولا هيقع؟ والنتيجة ما كانتش أحسن حاجة، وصاحبنا قرر إن الهيكل ده لازم يتقوى أكتر. عشان كده بدأ يزود عوارض فوق الجدران الطويلة عشان يضمن إن الهيكل كله يبقى ثابت. وبعد ما اطمن على الجدران طلع لفوق ودخل على السقف، جاب عوارض تقيلة وركبها واحدة واحدة، وكانوا حوالي 11 عرضة. بس ركز معايا بقى في التفصيلة دي، هو مش عايز المية تتجمع فوق السقف، فعشان كده عمل ميل بسيط في السقف بحيث إن المية ما تقفش فوق وتنزل على طول، وده هيمنع مشاكل كتير قوي ممكن تحصل بعدين. وكمان عمل حركة ذكية هنا، ومد العوارض لحد ما خلاها تلمس التربة، يعني السقف مش متشال على الهيكل بس، لا ده كمان ماسك في الأرض نفسها، وده بيخفف الضغط عن الهيكل بشكل كبير. وهي تفصيلة هندسية بسيطة بس بتأمن المشروع كله. ولو بصيت على النتيجة دلوقتي، المخبأ السري بقى أشبه بشقة تحت الأرض، ليها هيكل واضح وكمان سقف. والهيكل ده كله تكلفته كانت حوالي 3400 يورو، وراحوا في تنظيف المكان وشراء الهيكل الخشبي. وبعد ما الهيكل بقى واقف قدامنا طبعا كان لازم يتقفل، فعشان كده ميشيل جاب ألواح خشب وبدأ يغطي بيها الجدران واحد ورا التاني، وخصوصا الجدران الطويلة. بس خد خطوة زيادة وحط عمود تقيل في النص، وده عشان يستحمل الضغط اللي جاي من التربة بعدين، فهو بيأمن نفسه يعني من دلوقتي. هو ما كانش قافل الجدران وخلاص، ده بيفكر في العزل من بدري، وهيشتغل عليه بنظام عامل زي السندوتش كده، يعني هيحط طبقة خشب وبعدين طبقة فوم وبعدين طبقة خشب تانية، والطبقة اللي في النص دي هي اللي بتحافظ على الحرارة وبتمنع الرطوبة من إنها تدخل لجوه المخبأ. وبالرغم إن الدنيا مطرت لكن هو موقفش شغل وكمل لحد ما قفل تقريبا كل الجدران وساب فتحة واحدة بس للدخول والخروج، يعني كده خلاص المكان قرب يتقفل بالكامل. ودلوقتي هيطلع لفوق السقف، وجاب عوارض زيادة وكمل بيها الهيكل وقفل أي فراغات. بس ركز بقى معايا في التفصيلة دي، الخشب اللي حطه ما كانش لامس الأرض مباشرة، وكان فيه طبقات فاصلة بينهم، وكمان استخدم مادة عزل سودة على الأطراف اللي ممكن تتعرض للرطوبة. بس هو هنا ما كانش بيفكر في التحمل بس، ده كان فارق معاه الشكل ومش عايز السقف من جوه يبان انه رخيص او معمول اي كلام يعني. فقرر ان هو يدفع فلوس زيادة وجاب ألواح انضف بكتير وركبها فوق الكلام ده كله، والنتيجة ان المكان بقى شكله نظيف جدا. طيب هو كل الكلام ده حلو، بس السؤال الحقيقي، هل بعد كل ده السقف هيتحمل ولا لا؟ وهنا بقى قرر ان هو يعمل اختبار من العيار التقيل. راح جاب العربية بتاعته وطلعها فوق السقف،
انتوا متخيلين يعني ايه يحط عربية فوق سقف خشب؟ والراجل اللي كان بيشتغل معاه حذره وقال له ان المكان ممكن ينهار ومستحيل ان السقف ما يقعش، لكنه كان مصر انه يكمل الاختبار للاخر. وهل تتوقعوا السقف هيستحمل العربية ولا المشروع كله هينهار؟ بعد الاختبار النتيجة كانت مبهرة، السقف فضل ماسك نفسه وما تهزش ابدا، وكده يكون اثبت ان المكان امن فعلا وعدى من الاختبار ده بنجاح. لكن نرجع تاني لاهم نقطة اللي هو الاسانسير. هو كان حاول يجيب اسانسير جاهز، لكن كل الخيارات اللي كانت قدامه ما كانتش مناسبة خالص. الاختيار الاول كان انه يخلي شركة متخصصة تيجي وتركبه، لكنه هيكلف حوالي 50,000 يورو، وده طبعا رقم كبير جدا، فعشان كده الاوبشن ده كان مرفوض نهائي. اما الاختيار التاني هو انه يجيب ونش بضائع، وده هيكلفه حوالي 3000 او 4000 يورو، وده سعر معقول شوية، لكنه اختيار مرفوض برضه، والسبب ان ميعاد تسليمه بعد 4 شهور. اما بقى الاختيار الثالث هو انه يبني الهيكل كله بنفسه من الخشب والمعدن، ويستخدم موتور رفع كهربائي بسيط سعره ما يعديش 300 يورو، والاختيار ده بالنسبة له كان الافضل واللي تكلفته اقل، وبكده هيوفر فلوس وفي نفس الوقت يبقى عاش تجربة بناء اسانسير بنفسه. ومن هنا بقى الجد يبدأ، جاب الخشب وقواه وعزله من تحت بنفس المادة السوداء، وبعد كده بدأ يركب الأعمدة اللي الأسانسير هيتحرك عليها. لكن برضه حصلت مشكلة تانية، الدنيا بدأت تمطر والمكان كله اتحول لبركة مية حرفيا، وأسوأ حاجة بقى إن التربة انهارت من الجوانب، وفي شوية من العوارض الخشبية بقوا متعلقين في الهواء، وحرفيا مفيش أي دعم ولا في أرض شايلاها. والضربة التقيلة بقى إن الأخشاب اللي في السقف بدأت تتعوج بسبب الرطوبة، وهنا الموضوع اتحول لكارثة حرفيا. وميشيل اعترف إن هو غلط وما قفلش السقف كويس قبل المطر، ومن هنا رجع خطوة لورا وبدأ ينظف من تاني ويشيل الألواح اللي باظت. وفي وسط كل اللي بيحصل ده وصل له الموتور بتاع الأسانسير واللي بيشيل لحد 400 كيلو، ومعاه كمان ريموت كنترول. بس هو ما تسرعش واختبره الأول، وبالفعل لقاه شغال. وبعد الدرس التقيل اللي حصل ده مفيش هزار تاني، جاب 24 لوح خشب وبدأ يقفل السقف من أول وجديد. بس المرة دي بقى راعى الميلان عشان أي مية تنزل وما تقفش فوق، وكان بيحاول إن هو يستخدم بواقي الخشب وركبها في الزوايا. وفاكرين بقى العوارض اللي كانت في الهواء دي كانت أخطر نقطة، فركب لها أساسات حديد تحتها بحيث إنها تعمل تدعيم مباشر. ومن هنا الهيكل رجع يقف على رجله من جديد، وقرر إن هو يعمل حاجة مختلفة وركب إضاءة بين الجدران والتربة. ونرجع تاني بقى للأسانسير، خلى المقاس بتاع المنصة بتاعته 70 في 70، وكمان طول الأعمدة شوية عشان يبقى سلس ومريح في النزول. وبعد كده هيبدأ إن هو يختبره، ركب الموتور فوق وثبته في ماسورة حديد تقيلة. بس قبل ما يجرب بنفسه حب إن هو يجرب الأول بحاجة تانية، فجاب بطاريات قديمة وزنها حوالي 75 كيلو وحطها على المنصة وسابها تنزل لوحدها. لكن برضه لبس خوذة الأمان وقرر إن هو يجرب بنفسه. ولما وقف على الأسانسير وضغط على الريموت كنترول، الأسانسير بدأ إن هو ينزل واحدة واحدة، وبالفعل العملية تمت بنجاح، والأسانسير طلع شغال كويس ونزل تحت الأرض. والأسانسير ده كله كلفه 1100 يورو، وده عشان يخليه يتحرك ويبقى أسانسير بجد. وبعد ما خلص المرحلة دي بدأ يفكر إزاي يعزل السقف، وقال بدل ما يستخدم مادة البيتومين اللي محتاجة نار وحرارة اختار حل أذكى، وهي طبقة من الفوم وفوقه هيحط 3 طبقات من البلاستيك، وده حرفيا هيبقى أشبه بدرع مائي. وفي خلال ما كان شغال قرر إن هو يفتح فتحة في السقف وهتكون فوق مكان الجاكوزي اللي هيعمله. وبعد ما حدد المكان اللي عايزه بدأ إن هو يقطع فيه وبنى فريم خشب حوالين الفتحة، وكل حاجة كانت محسوبة بالملي ومفيش أي حاجة عشوائية. ورجع تاني للسقف وبدأ إن هو يفرش أول طبقة بلاستيك، وكان مقاسها 35 متر في 8 متر، وده طبعا رقم ضخم جدا. وفرش بعدها طبقة تانية وبعدها التالتة، وكل طبقة كانت بتقفل اللي قبلها. وفاكرين بقى الأسانسير اللي كان اشتغل من شوية؟ هو طلع فيه مشكلة والمنصة كانت بتميل يمين وشمال حركة بسيطة، بس ده طبعا هيكون خطر كبير، فاختار الطريقة الصعبة وهو إنه يشيل كل اللي عمله ويبدأ من أول وجديد. عمل منصة بمقاسات مظبوطة جدا بحيث إنها تتحرك من الأعمدة من غير أي اهتزاز، ومن هنا تحصل النقلة الحقيقية. جاب كابل فولاذي 6 مللي وكان أقوى بكتير من الكابل العادي اللي كان بيستخدمه قبل كده، وركبه مكانه، وحرفيا الأسانسير بقى يعتمد عليه ومبقاش فيه أي اهتزاز وكل حاجة بقت تمام. وبعد ما خلص الخطوة دي بدأ يفكر إزاي هيخبي مكان الأسانسير، لأننا هنا بنتكلم في مخبأ سري فلازم كل حاجة من فوق ما تبقاش باينة. غطى الهيكل من بره بالخشب عشان المدخل يختفي يعني لو حد واقف فوق. ونرجع تاني للأرض، بدأ يردم التراب فوق السقف حوالي 5 سنتي في الأول، لكن العزل اللي عمله بره ده ما كانش كفاية، فاختار الصوف الصخري بدل الفوم لأنه بيعزل الحرارة وفي نفس الوقت بيعزل الصوت كمان. بدأ يركب أول طبقة، لكن المرحلة دي رغم أهميتها بس كانت أوفر بكتير وكلفته حوالي 450 يورو. ودلوقتي يكون عدى 2 من بداية المشروع، ودخل على طول كمل في عزل الصوف الصخري، بس المرة دي اشتغل بوعي أكتر ولبس كمامة لأن الشغل بقى تقيل شوية.
ومع كل جزء بيقفله بدأ يحس بالفرق وإن المكان بدأ يتحول واحدة واحدة. وبعدين طلب 17 لوح خشب ونزلهم لتحت بنفسه، والموضوع ده خد منه 40 دقيقة من الشيل والحط. وبعدين بدأ في عملية التركيب، بس ظهرت له هنا مشكلة جديدة، وهي إن المكان في المخبأ السري بقى ضلمة جدا. فحب يعني يعمل فكرة بسيطة كده، وهو إنه ينقل ضوء الشمس لجوه المخبأ، فجاب مراية عشان تعكس الشمس لجوه. والفكرة دي كانت حلوة جدا الصراحة، بس التنفيذ يعني ما كانش أقوى حاجة، والنتيجة ما كانتش كويسة. فقرر إن هو يشتري إضاءة ليد مؤقتة عشان يقدر يكمل الشغل. وبعد ما خلص الجدران ظهرت مشكلة صغيرة، إن في فراغات فوق بين عوارض السقف والفراغ ده، واي حاجه ممكن تدخل منه. فكان الحل ان هو يقطع خشبه صغيره تقفل المنطقه اللي ورا الالواح، وبكده المكان اتقفل بنسبه 100%. وهنا بقى هيدهن السقف، وبدا الشكل الجمالي يظهر بجد. اختار هنا لونين، البني والاسود. البني بيخلي العروق بارزه، والاسود بيدي عمق، والنتيجه كانت فخمه جدا. وده ما كانش بالصدفه، لكنه كان حاسب كل حاجه. وفي خلال ما كان بيدهن حاول يسرع الشغل شويه، فاستخدم الكمبريسور هنا، لكن النتيجه كانت وحشه والشغل ما كانش مظبوط. فرجع من تاني وبدأ ان هو يستخدم الرولة وكمل بيها شغل الدهانات. اما الاضاءة بقى فعمل حركة ذكية، وبدل ما يخرم في السقف جاب علب كهرباء رخيصة جدا لونها اسود وعدلها بنفسه وخلاها قواعد للكشافات دي. والحركة دي ادت شكل احترافي وبتكلفة بسيطة جدا. وبدأ يوصل الاسلاك وكل حاجة كانت ماشية بنظام، واستخدم الفراغ اللي سايبه ورا الجدران عشان يخبي التوصيلات. بعد كده جاب الحوض عشان يعمل الجاكوزي، حط الحوض في مكانه ولونه كان ماشي مع الخشب وكأنه معمول عشانه. وخليني اقول لك ان العزل الداخلي هنا كلفه حوالي 1000 يورو. وندخل بقى على مرحلة الجاكوزي، والجاكوزي ده كلفه 611 يورو. بدأ يرسم نص دايرة على الأرض وكأنه بيحول الفكرة لرسم حقيقي قدامه. وبعدها جاب الألواح وقصها بالمقاسات بالظبط، وعمل فريم حوالين الحوض. بس ركز بقى في الحركة دي، هو خلى الفريم أقل من الحوض ب10 سنتي عشان تبقى مسنودة ومريحة عليه، وفي نفس الوقت الفريم ما يبقاش ظاهر. وبعد الفريم كان لازم طريقة يدخل بيها، فعمل سلم صغير. بس الأهم هو إنه ساب فتحة مخفية حاطط فيها الموتور بتاع الجاكوزي، وده عشان يداري الدنيا يعني. وبعد ما خلص طلع لفوق شوية، وتحديدا في فتحة السقف اللي عملها فوق الجاكوزي أو السكاي لايت يعني. نظف الطين اللي فوقها وركب ألواح أكريليك، ودي بتكون خفيفة وقوية وكمان شفافة. وركب لها سلايدرات عشان تتفتح وتتقفل بسهولة. ودلوقتي تيجي مفاجأة كان مستنيها، جاله اوردر وفي دفاية بتشتغل بالإيثانول، يعني قريب جدا المكان ده هيكون دافي وشكله سينمائي جدا. لكن رجع تاني للفريم وبدأ يغطيه بشرايح خشب واحدة واحدة. والشغل ده شكله بسيط بس محتاج صبر جدا، لأن كل قطعة لازم تتركب صح عشان في الآخر يبان كأنه حتة واحدة. وبعد ما خلص بدأ يظبط التفاصيل، فتحة الموتور بقت أدق والدعامات تحت السلم اتقوت، وبكده بقى شكلها حلو جدا. أما التحول الحقيقي فكان في الجدران. جاب ألواح PVC شكلها زي الصخور ال3D، وكمان ملمسها بارز، وثبتها بالدباسة في مكانها. وبكده المكان بقى شبه الكهف الطبيعي بس بشكل فخم طبعا. لكن لسه مرحلة الإضاءة ما خلصتش، وركب شريط ليد مخفي ورا عوارض معدنية سودة، والنور كده ما بقاش مباشر لكن طالع من التجويف ده. وبعد كده جاب حصى ملون باللون الأزرق وحطه حوالين حوض الجاكوزي، والمكان حرفيا شكله بدأ يتحول. وبعدين طلع لبره وجاله فكرة عشان يحمي الجدران بتاع البيت. والفكرة دي ببساطة هي انه يسيب فراغ بين التربة وبين الجدران، لان التربة لو لمست الجدران دي هتخليها تبوظ مع الوقت، والفراغ اللي هيعمله ده هيمنع رطوبة ويطول عمر الهيكل. استخدم ألواح ودعامات وثبت كل حاجة مكانها كأنه بيبني طبقة حماية حوالين بيته. وبعد ما أمن الجوانب جاب الحفار وبدأ يردم في كام دقيقة، والحفرة العميقة اللي كانت في الأول خالص اختفت تماما وبقت شبه تلة طبيعية. وأهم حاجة إن المخبأ اختفى وبقى فعلا مخبأ سري، ولو حد معدي من فوقه مش هيشوف غير أرض عادية، وما بقاش فيه غير حاجة واحدة بس اللي باينة، وهي الفتحة بتاع الأسانسير. وطبعا ما كانش ينفع يسيبها كده، فقرر إن هو بدل ما يخبيها زي المخبأ هو هيغير بس شكلها شوية، وهيبني فوقها كوخ خشب صغير. والكوخ ده بقى هيبقى شكله قديم ومهلوك كأنه موجود هنا بقاله سنين. فاستخدم أخشاب قديمة عشان يدي الإحساس ده، ومن جوه غطاه ببلاستيك أسود عشان المية ما تدخلش يعني من بره. وبقى شكله كوخ عادي جدا، لكن من جوه هو مدخل لمخبأ سري. ودخل بعدها في التفاصيل، جاب باب صغير قديم بإقفال مصدية، والسقف بتاعه مايل عشان المطر. كل تفصيلة بتقول إن ده مخزن للكراكيب، بس الحقيقة إن تحته عالم تاني. والتمويه ده بقى كلفه 1110 يورو، وفي الوقت ده كان وصل له كنبة تمنها 1600 يورو. وزنها كان تقيل جدا وكمان حجمها كبير، وطبعا كان عايز يدخلها المخبأ. لكن المشكلة بقى إن الأسانسير ما كفهاش، فاضطر يعمل حركة مجنونة وقص جزء من السقف.
وده عشان يوسع الفتحة اللي فوق الجاكوزي ويدخل الكنبة منها. وخلص الجزء ده، لكن لسه فاضل كتير. لسه قدامنا أرضية الباركيه والدفاية وكمان الشاشة والمطبخ، وكمان هيعمل جيمنج روم. يعني احنا لسه هنخش على التفاصيل المهمة. وبما ان المكان تحت الارض بيكون بارد، فميشيل كان جايب الدفايه اللي قلنا عليها، ولما جه يركبها اول حاجه عملها ان هو خرم جزء في السقف وطلع منه مدخنه لبره، وعزل الفتحه كويس جدا عشان ما فيش اي ميه تخش لجوه المكان. وعمل هنا اختبار بسيط، ولع ورقه ولقى ان الدخان بيطلع لفوق واتسحب لبره بسلاسه، وبكده يكون كل حاجه تمام. وبعد ما الجو بقى دافي، رجع لحاجه كانت ملخبطه من الاول، اللي هي الكهرباء. فاكرين بقى الاسلاك اللي كانت ماشيه في كل حته دي؟ قرر ان هو ينظف كل ده وعمل لوحة كهرباء، والفيش هنا بتكون مترقمة وكل حاجة ليها مكان. وبعدها كمل الإضاءة، جاب حوالي 10 متر ليد زيادة، والنتيجة إن مفيش أي ركن ضلمة في المكان، حتى الممرات الجانبية بقت منورة. بما إن الإضاءة كده ظبطت، رجع تاني لركن الجاكوزي، غطى الإطار بنفس الخامة بتاع الجدران عشان يعمل شكل واحد كله شبه بعضه، وعمل باب للصيانة عشان يقدر يوصل منه للموتور والفلتر من غير ما يفك أي حاجة. بس المكان قدامنا كده تحس ان هو ناقصه حاجه، فراح جاب شجره صناعيه ارتفاعها 2 متر وحطها مكانها، وفرش حصى اسود حوالين الحوض. والحاجات دي صناعيه بس شكلها قريب جدا للطبيعي. بعد كده ركز في الجدار الاخير، بس المره دي استخدم فينيل شكله عامل شبه الاسمنت، وده عشان يكسر شكل الخشب ويدي طابع صناعي كده. وتنويع الخامات هنا مهم جدا. بعد كده راح تاني للاسانسير، وشكله كان عادي جدا، فغطاه هو كمان بألواح فينيل سودا وشكله بقى مودرن جدا. وبكده الاسانسير يكون دخل هو كمان في الديكور. وبعدين عمل نظام اضاءة الاسانسير عبارة عن 4 انابيب ليد، وبيكونوا مستخبيين ورا الأعمدة وموصلها بحساس للحركة، يعني أول ما تدخل النور يشتغل لوحده. بس لسه المكان فاضي من جوه، فبدأ يفرش أرضية PVC بلون غامق، وكمان نزل الكنبة لتحت وحطها قدام الدفاية زي ما كان بيخطط من الأول. والمرحلة اللي فاتت دي كلها كلفته حوالي 1494 يورو. ومن هنا بقى المكان بدأ يبقى شبه البيت بالظبط. فاكرين بير التفتيش اللي عمله في الأرضية؟ المرة دي قرر إن هو يحوله لجزء من التصميم. ركب الأرضية PVC زي ما قلنا، وجه بقى عند فتحة التفتيش وعملها بأكريليك شفاف، يعني تمشي عليها عادي وتبص تحت رجلك تلاقي عالم تاني. وكمان كان حاطط جواها إضاءة. ولما جه يفتح كراتين الكنبة اللي كان جايبها بقاله فترة، اكتشف كارثة هنا. الكرتون كان متعفن، والقماش بتاع الكنبة كان شارب مية لدرجة ان هو كان بينقط، فطلعها بره للشمس. وده تأكيد تاني ان الرطوبة هي اخطر عدو للمشروع ده. وميشيل كان عايز يأمن المكان فوق وهو موجود تحت الارض، فعشان كده ركب كاميرات بره وجوه، وكمان ركب نظام انترنت كامل باستخدام ستار لينك. وده ببساطة بيكون نت بيشتغل بالأقمار الصناعية، يعني كده بقى عنده نت فضائي تحت الأرض، وبكده هيقدر يراقب ويتابع ويتحكم في كل ده من موبايله. وبكده المخبأ بقى سمارت مش بس مخفي. وبعد ما خلص التأمين بدأ يفكر هيعيش هنا ازاي، ومن هنا بدأ بركن البار. جرب كذا فكرة وكذا موديل، وفي الآخر استقر على شكل عامل شبه الجزيرة كده، وجاب رخامة فخمة وقصها بزوايا مايلة عشان تركب صح. وطبعا كان لازم يعمل الأساس، بنى هيكل البار بخشب تقيل جدا، وكان متبقي من مشاريع قديمة بحيث ان هو ما يرميش حاجة عنده. وبعدين جلد الواجهة بتاع البار بخشب بارز شكله فخم جدا، وعمل باب سري تاني بس المرة دي جوه البار، بحيث ان هو يشتغل ويطلع من غير ما حد يشوف حاجة. وركب رف خشب تقيل بس مش على الجدار، ده هيكون متعلق في السقف بسلاسل حديد فوق البار مباشرة. ومع دخول الرفاهية، المصاريف في المرحلة دي وصلت لحوالي 882 يورو، وده كان للبار والكاميرات والتكملة بتاع الأرضية. وبعدها ركب ليد تحت البار بيدي نور خفيف وبيعمل فايب هادي. بعد ما المكان بقى شبه مكتمل، ظهرت مشكلة محدش كان مركز معاها، اللي هي الحمام. طبعا المخبأ هنا كان موجود تحت الأرض ومفيش أي نظام صرف تحته، فميشيل قرر إن هو يحل المشكلة دي، واختار مساحة جانبية بين الجدران والتربة، يعني حرفيا مكان ميت، لكنه حوله لحمام طوارئ بعيد عن المعيشة. وبكده هيبقى عنده حمام معزول تماما عن المكان اللي عايش فيه. بدأ يحفر نفق صغير بإيده، والتراب اللي بيطلعه بيستخدمه إن هو يردم بيه فراغات في السقف. ومع الوقت بدأ يظهر أول شكل للحمام، وبعدين بيبدأ يعمل كابينة للحمام. جاب ألواح خشب، والتصميم اللي هيعمله هيكون عبارة عن كابينة صغيرة جدا، وهتكون عملية ومش معمولة أبدا للراحة، لكنها معمولة إنها تشتغل وخلاص. وكمان بنى الجدران والأرضية والسقف، بس المشكلة كانت في الوصول للحمام، فعمل ممر خشب مرتفع عشان ما يمشيش على الطين. وكمان ركب القعدة بتاع الحمام، وبعد ما ركبها وقرر إن هو يختبره بطريقة غريبة جدا، استخدم صوص باربيكيو عشان يشوف النظام هيشتغل إزاي. وبعد التجربة اكتشف إن كل حاجة كانت تمام، وبما إن مفيش سباكة هنا، فيا ترى بقى هيعمل إيه في المية؟ وحلها بطريقة ذكية وصمم نظام يدوي
لغسل الايدين في حوض ميه معلق، وركب حنفيه بتتحرك بدراع خشبي يقربه وقت الاستخدام ويرجعه مكانه بعد كده، وزود كمان ديسبنسر للصابون ومرايه وسخان صغير، يعني حرفيا حمام كامل. وفي الوقت ده بتكون التلاجة وصلت ووزنها كان تقيل جدا، وبدل ما يحطها كقطعة واحدة في وسط المكان عمل حركة أذكى ودفنها في الجدار، قطع فتحة بالملي على مقاسها وعدى الخشب والعزل لحد ما بقت جزء من الجدار، والنتيجة إن المساحة بقت أوسع والشكل بقى أنضف. وفي الجزء اللي ورا اشتغل على الأمان وبنى هيكل خشب يدعم التلاجة بالكامل، وبعدين وصلها بالكهرباء، وبعدين رجع تاني لفكرة المدخل السري، بس قلبها خالص، بدل ما يبقى مخبأ خلاها غرفة أدوات زراعية، شال الشكل الصخري ورجعه خشب عادي أي حد هيشوفه مش هيشك في أي حاجة. بس طبعا كل الكلام ده مترتب كويس عشان ما يعطلش الحركة بتاع الأسانسير، وكمان ركب إضاءة طوارئ قوية جدا بحيث إنها تتشال ويستخدمها بره لو حصل أي حاجة، والمرحلة دي كلفته حوالي 582 يورو. وبعدين عمل نظام بكرات وأحبال عشان الأرضية الوهمية تتفتح وتتقفل بسهولة. ودلوقتي بقى عندنا نظام دخول كامل مش باب وخلاص، بترفع الخشب اللي في الجانب وتركب المشبك في مكانه، وبعدها بتوصل لأهم نقطة، ريموت مخفي ورا علامة صغيرة جدا. يعني الدخول هنا بقى متسلسل وخطوات ورا بعض كأنك داخل جوه لعبة. وهنا بقى بنشوف قدامنا الصالة، وفي كنبة على شكل حرف ال، وفي دفاية حواليها، وبعدين الشاشة العملاقة اللي بيكون الكابلات بتاعتها مدفونة جوه الجدار ومعدية من الكهوف الجانبية، ومفيش قدامنا ولا سلك ظاهر. ولو دخلت في الكواليس هتشوف القلب بتاع المكان اللي هو المركز الكهربائي، وده الجزء اللي بيوزع الطاقة لكل حاجة. ونرجع تاني للصالة، أول ما تدخل النور بيشتغل لوحده عشان في حساسات حركة بتقرأ وجودك في المكان، وبعدين بتشغل النور لوحدها. وفي الركن بيكون في مراية شكلها عادي بس وراها بيكون مخفي بلاي ستيشن 5 متوصل بالشاشة، وكمان في إضاءة بتتغير مع اللعبة اللي شغالة. وهنا بقى الركن بتاع المعيشة، سجاد فخم جدا وكنبة مريحة، وحاطط كمان طاولة شطرنج ولوحة عملاقة، وطبعا الدرع بتاع المليون في مكانه. ولو فاكر ان الكلام ده كله بسيط، فانا عايز اقولك ان المرحلة دي لوحدها كلفت حوالي 3578 يورو عشان المكان يبقى مش مجرد مخبأ ويبقى جاهز للحياة. وفي النهاية ميشيل ما كانش بيبني مخبأ سري وخلاص، ده كان بيبني بيت كامل. وإجمالي المصاريف في المشروع ده كانت 25902 يورو، وده على التنفيذ والخامات بس. وعايزكم تنزلوا دلوقتي في الكومنتات وتقولوا لي ايه رأيكم في المشروع ده، وعايزين تشوفوا مشاريع ايه في الفيديوهات اللي جاية. وبس كده، هنا نكون وصلنا لنهاية الفيديو بتاعنا. لو عجبك الفيديو ده ما تنساش تعمل لايك وتشترك معانا دلوقتي في القناة، واشوفكم الفيديو الجاي.